بنسمع عن ادوات كتيرة وغريبة الهاكرز بيستخدموها في الاختراق، ودايما بنحلم اننا يبقى معانا اي اداة منهم. بس انا النهاردة بقى هقولك على اقوى اداة فيهم واللي ممكن اصلا تطلع عندك وانت ما تعرفش، وهي برضو اللي بتميز الهاكرز عن بعض من حيث القوة. الاداة ديت موجودة هنا واسمها السوشيال انجينيرنج، وانا شخصيا كنت هروح في داهية بسببها. بس قبل ما احكي لك اللي حصل لي انصحك انك تتفرج على ال3 اجزاء اللي فاتوا عشان تقدر تفهم احداث الحلقة دي. اهلا بيكم في كوابيس سليمان الموسم الثالث. بس لما دخلنا الشقه ما لقيناش تورنيدو. قلت له هو فين تورنيدو؟ قال لي ما اعرفش. قلت له هو مش المفروض يبقى مستنينا دلوقتي؟ قال لي المفروض. قلت له طب بقول لك ايه، كلمه كده اتصل بيه واساله هو مسح الميل اللي انا بعته وتسجيلات الكاميرات زي ما طلبت منه. بلاك ليجو راح مطلع الموبايل من جيبه ومتصل بيه، وبعدين راح قايل لي ده تورنيدو موبايله مغلق. قلت له نعم يا حبيبي مغلق ازاي يعني؟ حاول معاه واتصل بيه تاني. ليجو فضل يحاول يتصل بتورنيدو اكتر من مره بس الموبايل كان دايما مقفول. قلت له بقول لك ايه، استنى انا هشوف بنفسي الحاجه اتمسحت ولا لا. فتحت اللابتوب بتاعي وابتديت ادخل من الثغره اللي انا كنت عاملها على سيرفرات الشركه بتاعت رياض التمام، واتفاجئت لما لقيت قدامي ان الثغره اتقفلت. انا ما كنتش قادر ادخل على اي حاجه، كل حاجه كانت مقفوله، وفي كل مره كنت بحاول ادخل فيها على اي سيرفر من السيرفرات اللي انا اخترقتها جوه الشركه ما كانش بيطلع لي غير رساله واحده بس، اكسس دينايد او دخول مرفوض. بلاك ليجو كان واقف جنبي وشايف اللي بيحصل. قال لي انا مش فاهم ازاي، هو انت يا سليمان مش كنت كلمت تورنيدو قبل ما نخرج من السيرفر روم وهو حتى قال لك ان الثغره شغاله وانه شايف كل السيرفرات؟ انا بصيت له كده وما ردتش عليه، كنت بغلي من جوه ومش طايق نفسي، وكان كل تركيزي ساعتها هو ان انا كنت بحاول افهم ايه اللي حصل بالظبط، لكني بعد محاولات عنيفه ما قدرتش اوصل لاي حاجه. بلاك ليجو قال لي يعني معقوله المهندس كريم دوت فهم اللي احنا بنعمله وبعد ما مشينا راح قافل الثغره على طول؟ انا ساعتها ما حسيتش بنفسي، قمت ومسكته من التيشيرت وانا بخبطه في الحيطه بكل قوتي. قلت له بقول لك ايه يالا، انا مش عيل صغير عشان تشتغلوني، الثغره ديت اللي قفلها هو تورنيدو وانت عارف كده كويس. قال لي مش ممكن، هو تورنيدو هيعمل كده ليه يا سليمان؟ قلت له انا ما اعرفش ومش عايز اعرف، وبعدين مش هو ده اللي انت قلت لي عليه صديق عمرك؟ قال لي انا ما اعرفوش اساسا. قلت له ما تعرفوش اساسا؟ لا اسمعني بقى كويس يا حماده ولا بلاك بتنجان، انا ماليش فيه تعرفه ولا ما تعرفوش، دي مش فارقه معايا. انا دلوقتي لبست حوار ووش ظهر في كل كاميرات المراقبه بتاعت الشركه. قال لي على فكره ما انا كمان كنت معاك يا سليمان، ولو انت في مشكله فانا كمان في نفس المشكله. قلت له لا ما انت كده يا اما انت عبيط بجد يا اما بتصطنع العبط. قال لي هو ايه بس العبيط في اللي بقوله؟ قلت له عشان انا اللي بعت الميل، ولو راجعوا كاميرات المراقبه هيلاقوا ان انا اللي كنت بتكلم مع كل اللي كانوا شغالين في الشركه، وانا كمان اللي كنت بشتغل على السيرفرات، وبالتالي اكيد انا اللي اخترقتها. قول لي بقى انت عملت ايه يا ليجو؟ كنت بتتفرج عليا ولا كنت بتساعدني وانت قاعد تدور على الحمام جوه الشركه؟ قال لي طب ممكن بس تهدى شويه يا سليمان وتديني فرصه ان انا اشرح لك اللي اعرفه عشان نلحق نلاقي حل للي احنا فيه ده. ساعتها سبته ورحت قايل له اتكلم طيب وانجز. قال لي طيب انا مبدئيا كده ما اعرفش اللي اسمه تورنيدو دوت غير من 3 ايام بس. قلت له يعني ايه؟ يعني كل اللي انت حكيتهولي دوت كان كذب؟ قال لي لا مش كله يا سليمان، وهشرح لك ليه دلوقتي انا عملت كده. بعد موت اخويا ما كنتش فاهم ايه اللي حصل ولا حتى مين اللي عمل كده، وفضلت ادور كتير لكن ما وصلتش لاي حاجه. بس الحاجه اللي كنت متاكد منها هو ان المكان الوحيد اللي ممكن يتجمع فيه تجاره الاعضاء مع الريد روم هو جوه الدارك ويب. فدخلت الدارك ويب وابتديت ادور، دخلت على حاجات كتير، ريد روم وقتلة مأجورين وتجارة اعضاء، بس حجم الداتا والبيانات اللي جوه الدارك ويب كان كبير جدا، كبير لدرجة انها ممكن تخليك تتوه جواه. كنت عامل بالظبط زي اللي بيدور على ابرة في كومة قش، عشان كده كنت محتاج حد يكون عايش حياته جوه العالم ده. بس لما ابتديت ادور واتعمق اكتر جوه الدارك ويب عرفت ان في غرفة محادثة روسية لجروب اسمه كيلنت. الجروب دوت يبقى من اقوى جروبات الهاكرز اللي موجوده جوه الدارك ويب، لان كل اللي فيه مش هاكرز عاديين، اي حاجه جديده في
مجال الاختراق هتلاقيها عندهم. حتى افكارهم في الاختراق والسوشيال انجينيرنج ما كانتش تقليديه. الناس دي يا سليمان معروفين بهجماتهم القويه، حرفيا اي هجمه بيعملوها الدنيا كلها بتتقلب بسببها، وده لان هم ما بيستهدفوش غير البنوك الكبيره والشركات العالميه. المشكله بقى ان انت عشان توصل للجروب دوت الموضوع مش سهل ومعقد جدا. الجروب بيجتمع مره واحده لمده ساعتين كل 3 شهور، وده عشان يضموا ليهم ناس جديده. ده مش كده وبس، ده لازم كمان تبقى عارف حد من جوه عشان يساعدك انك تدخل ويعرفك كمان هما بيتجمعوا امتى وفين وازاي. المهم ان انا اتصرفت، وبعد لما طلع عيني على مدار شهور ووصلت للجروب ودخلت غرفة المحادثة، اتفاجئت بقى ان معظم اللي موجودين جوه الغرفة ديت روس، وكمان رافضين يتكلموا انجليزي، وحتى اللي كان فيهم بيتكلم انجليش او انجليزي كان بيتجاهلني. انا كنت عمال ادور على اي حد جامد عشان يساعدني اوصل للي عمل كده في اخويا، حتى لو وصلت ان انا هدفع له فلوس، لكن للاسف معرفتش اوصل لاي حاجه، لدرجه ان انا كنت تقريبا يأست. بس قبل ما اخرج كده معرفش ايه اللي خلاني كتبت على الشات هو في حد عربي هنا؟ ساعتها بقى ظهر لي تورنيدو، قال لي انا عربي، عايز ايه؟ قلت له انا بدور على حد يساعدني عشان اوصل لبيانات شخص. قال لي وايه المقابل؟ قلت له اللي تطلبه. ابتدى يتكلم معايا على الخاص وقال لي انه هياخد مني 0.50 بيتكوين، يعني بالظبط كده نص بيتكوين، يعني فيما يوازي 12,000 دولار، وده في مقابل ان هو يجيب لي كل البيانات اللي اطلبها. انا وافقت، بس اتفقت معاه ان انا مش هديله الفلوس غير لما يجيب لي اللي عمل كده في اخويا، وابتديت احكي له عن اخويا واللي حصل فيه. قلت له ساعتها كل اللي اعرفه. بعد اسبوع لقيته بيبعت لي وبيقول لي ان هو عارف مين اللي عمل كده، وان اللي عمل كده رجل اعمال كبير واسمه رياض التمام، وفعلا جاب لي كل بياناته. وانا اتاكدت ان هو اللي عمل كده في اخويا لما لقيت اتهامات كتير متقدمه ضده بتجاره الاعضاء، لكن للاسف ما كانش فيه اي دليل ضده. فحولت الفلوس لتورنيدو زي ما اتفقنا، وابتديت انا احاول اخترق رياض التمام. حاولت كتير قوي يا سليمان، لكن كل محاولاتي فشلت. فرجعت لتورنيدو تاني وقلت له ان انا محتاجه يساعدني في اختراق رياض التمام، فاتفق معايا ان هو هياخد مني 0.75 بيتكوين، يعني تقريبا بيتكوين الا ربع. فوافقت، بس المرة دي بقى كان لازم ان احنا نتقابل ساعتها. فأجرت الشقة دي واتقابلنا فيها، وابتدى تورنيدو يرسم ويخطط. كنا عارفين كويس ان رياض التمام واخد احتياطاته قوي، وان اختراقه من بره الشركه حاجه مستحيله. فكان هدفنا ساعتها هو اننا ندخل شركه رياض التمام عشان ننفذ الهجوم من جوه. بس دخولنا المكان دوت هيبقى خطر جدا، وده خلانا محتاجين شخص يقدر يدخل ويخرج بره الشركه من غير ما اي حد يشك فيه، وفي نفس الوقت دخوله دوت يبقى قانوني. ومن هنا ابتدينا ندور على الشركات اللي رياض التمام بيتعامل معاها، واللي كان من ضمنها الشركه اللي انت شغال فيها يا سليمان. وقفنا قدام الشركة اللي انت شغال فيها لحظة دخول وخروج الموظفين. كنا عايزين نصطاد اي حد من الفنيين اللي شغالين في قسم الصيانة، ونبتدي نغريه بالفلوس عشان يدينا اي معلومات، وكمان يساعدنا في اختراق الشركة. وفي اللحظة ديت احنا شفناك. انا اول لما شفتك عرفتك. قلت لتورنيدو ان انت يوتيوبر وبتتكلم عن الهاكرز والاختراق. تورنيدو في ساعتها طلع موبايله ودخل على التشانل بتاعتك وقعد يتفرج على بعض الحاجات اللي انت بتحكيها. بعدها على طول راح قايل لي ان انت انسب واحد ممكن تعمل حاجه زي كده، بس العقبه الوحيده بقى كانت هتبقى في اقناعك ان انت تساعدنا، فكان لازم نلفت انتباهك بطريقه مش عاديه عشان توافق. واضطريت اقول لك ان تورنيدو دوت يبقى صديق عمري عشان تحس بروح الفريق معانا ويكون حافز قوي ليك. ساعتها قلت له انا متعصب وساعدتك يا ليجو، وعرضت نفسي للخطر مع ناس ما بترحمش، وكانت النتيجه في الاخر ان انا اللي لبست في الحيطه. ليجو قال لي يا اخي انا عايز افهم انت قلقان من ايه دلوقتي؟ ثغره بعد ما اتفتحت اتقفلت تاني، فين المشكله؟ ده انا اللي المفروض ابقى متضايق عشان ما عرفتش انتقم من رياض التمام بعد كل اللي عملناه دوت. قلت له طب وبالنسبه للميل اللي اتبعت من موبايلي؟ قال لي بكره اول لما تروح الشغل ابقى عدي على قسم الاي تي وقول لهم ان موبايلك اتسرق، وانك كمان خايف لحسن حد يستخدم بياناتك لانك ما كنتش حاطط باسورد عليه. قلت له طب ماشي، وبالنسبه بقى الوش اللي ظهر في الكاميرات هقول لهم هو كمان ان حد سرقه؟ قال لي الموضوع عمره ما هيوصل لكده يا سليمان، انت رحت شركه رياض التمام وحلت لهم مشكله كانت عندهم، فهمني كده هيدوروا عليك ليه؟ سكت كده شويه وانا قاعد افكر وادورها في دماغي، لقيت ان فعلا كلامه منطقي. هما هيدوروا عليا ليه؟ وبعدين يعني لو عدى شهرين من النهارده من غير ما يحصل اي حاجه فكل التسجيلات ديت اوتوماتيكلي هتتمسح، لان هيتسجل عليها تاني، لان سيرفر الكاميرات دوت بيبقى ليه مساحه تخزينيه معينه، فمستحيل هيفضل متساب يسجل على طول. وطبعا لان انا شفت بعيني ان هم عاملين اعلى جوده، فبعد 60 يوم بيبتدي يتمسح الفيديوهات ويتسجل مكانها تاني. قلت له طب بص يا ليجو،
انت تتصرف وتفهم لي ايه اللي حصل بالظبط، وتحاول توصل للزفت اللي اسمه تورنيدو دوت باي طريقه، عشان انا لو حصل لي اي حاجه بسببك انا مش هرحمك. قال لي ماشي يا سليمان. سبته ونزلت وانا متضايق لان حسيت ان انا خدت على قفايا. روحت البيت نمت، وتاني يوم رحت على الشغل وفعلا عملنا اللي اتفقنا عليه. رحت قسم الاي تي وقلت لهم ان موبايلي اتسرق، واديتهم موبايل تاني وقلت لهم نزلوا لي عليه الميل، وبعدها كل حاجه كانت ماشيه طبيعيه. لكن بعد اسبوع بالظبط رحت الشغل زي كل يوم وركنت عربيتي، ولسه بعدي الشارع وداخل على الشركه اتفاجئت بعربيتين جيب لونهم اسود كانوا واقفين قدام باب الشركه بالظبط، وحواليهم 3 من الحرس الشخصي ولابسين بدل سودا. انا ساعتها وقفت على الرصيف اللي في النص ما بين الشارعين واتسمرت في مكاني لاني حسيت ان في حاجه مش مظبوطه. واحد من الحرس دول شافني راح مشاور عليا وابتدى ينده على اللي معاه. في نفس اللحظه ديت كلهم ابتدوا يجروا ناحيتي. انا ما فكرتش، طلعت اجري زي المجنون وانا مش عارف ولا اعمل ايه ولا اروح فين ولا اتصرف ازاي. وطبعا ما لحقتش اركب عربيتي لان هم كانوا قريبين منها جدا، بس الحمد لله ربنا كرمني وقدرت اهرب منهم. بعدها على طول حاولت اتصل بليجو لكن موبايله كان مقفول، فروحت على البيت. وبمجرد ما وصلت للبيت اتفاجئت بنفس العربيه الجيب السوداء واقفه تحت بيتي. في ساعتها ترجمت اللي بيحصل. الناس دي كلها اكيد تبع رياض التمام، وعرفوا ان انا اللي اخترقت الشركه، واكيد طبعا بيدوروا عليا. بس ليه؟ ما الثغرة اتقفلت، هم عايزين مني ايه؟ وسط ما انا واقف بعيد وقاعد اراقب العربيه لقيت والدي بيتصل بيا على الموبايل. رديت عليه، قال لي انت فين يا سليمان؟ قلت له انا في الشغل يا بابا. قال لي في الشغل ازاي يا ابني؟ ده مديرك قاعد هنا معايا اهوت وقلقان عليك جدا لانك بقالك كذا يوم ما رحتش الشغل. انا ساعتها حسيت ان والدي في خطر وما كنتش عارف اتصرف ازاي. قال لي امال انت كل يوم الصبح لما بتنزل كنت بتروح فين يا سليمان؟ سمعت كمان صوت من جنبه بيقول له اديهولي. طب اديهولي يا حاج. واخد التليفون من والدي وابتدى يكلمني. قال لي ازيك يا سليمان؟ يا اخي لو انت اشتغلت في مكان تاني قول لنا ورجع العهده اللي انت واخدها مننا من غير شوشره، ويا دار ما دخلك شر. قلت له بقول لك ايه، لو حد فيكم لمس ابويا انا اقسم بالله ما هرحمكم. ضحك كده باستهزاء وقال لي الله العظيم تعالى بس وقابلني عشان اللي هعمله ممكن يزعلك، وخلي بالك انه مش هينفع يتصلح تاني. قلت له انا واقف تحت البيت انزلي دلوقتي. وقفل معايا وفعلا بعدها بدقيقتين كده لقيت 3 نازلين من باب العمارة ولابسين بدل سودا وربنا مبارك لهم كده في صحتهم. كانوا زي ما يكونوا قوات خاصة او بودي جاردات. انا مش هقول لكم غير ان انا كنت الاول مرة في حياتي اشوف حد طالع له عضلات في قفاه. اول لما شافوني واحد فيهم راح فاتح لي باب العربية اللي ورا وقال لي اركب. بمجرد ما دخلت العربية لقيت واحد قاعد من يميني وواحد قاعد من شمالي، والتالت دوت شكله باين عليه ان هو رئيسهم، وتقريبا هو برضو اللي كلمني في التليفون. ركب قدام وفي ساعتها العربية اتحركت. قلت لهم وانا بزعق انا عايز افهم انتوا بتطردوني ليه في كل حته بروحها وعايزين مني ايه بالظبط؟ لسه ما كملتش الكلمه لقيت اللي قاعد جنبي بيديني بظهر المسدس في وشي. انا اخدت الخبطه من هنا وما حسيتش بالدنيا، اغمى عليا في ساعتها. بعد فتره ما اعرفش قد ايه فقت مخضوض على جردل الميه ساقعه بيدلق فوق دماغي. لما قمت اتفاجئت بنفسي ان انا قاعد على كرسي خشب وايدي ورجلي متكتفين، وكنت في مكان عامل زي المخزن المهجور. لما ابتديت ابص يميني وشمالي لقيت نفس ال3 رجاله اللي كانوا راكبين معايا العربيه واقفين حواليا. واحد منهم ماسك التليفون وحطه على ودنه وبيقول له هو فاق قدامي اهو يا باشا. طيب خلاص ماشي احنا مستنيينك. بعد لما قفل معايا قلت له وانا فين وانتوا عايزين مني ايه بالظبط؟ قال لي ولا انا مش عايز اسمع ولا نفس، وما تخليهاش تكبر في دماغي واتسلى عليك قبل ما الباشا الكبير يجي. انا في ساعتها سكت. وبعد حوالي نص ساعه لقيت الباب اتفتح ودخل منه راجل كبير في السن شويه وشعره ابيض ولابس بدله، وراح قاعد على الكرسي اللي قدامي وفضل باصص لي وهو ما بيتكلمش لمده حوالي دقيقتين كده. انا كنت ساعتها بموت من الرعب. بعدها راح قال لي تعرف يا ابني انا مين؟ بالرغم من ان انا كنت عارف كويس طبعا هو مين، لكن من كتر الخوف اللي كنت فيه قلت له لا انا ما اعرفش. قال لي ما تعرفش. طب احب بقى اعرفك بنفسي، انا صوت الموت. بعدها سكت شويه كده وقال لي اسمعني كويس يلا، انا عمر ما حد سرقني قبل كده، فمش هتيجي انت على اخر الزمن اللي اتعلم على رياض التمام. قلت له انا ما خدتش منك حاجه، سرقتك ازاي يعني؟ رياض راح باصص لواحد من الحرس اللي واقفين حواليا وشاور له بدماغه. الراجل اللي شاور له دوت راح جاي واقف قدامي وراح مديني بكل قوته بالبنيه في معدتي. انا من كتر الوجع حسيت ساعتها ان روحي بتتسحب مني وما كنتش عارف اتنفس. رياض التمام قرب من ودني كده وقال لي بصوت واطي انا بكره الكذب، بكره الكدابين. قدامك 72 ساعة خلال الوقت دوت تكون رجعت لي المنصة اللي انت اخدتها مني وبكل التفاعل اللي كان عليها. وخلي بالك ان المنصة ديت لو ما رجعتش خلال الوقت اللي احنا اتفقنا عليه دوت يا سليمان، انا في كل يوم زيادة بيعدي في روح حد عزيز عليك هتروح للي خلقها.
قلت له انا مصدوم، منصة ايه؟ قال لي انت كده بقى هتزعلني منك تاني. وراح مشاور لواحد من الحرس اللي كانوا واقفين وقال له مشيه من قدامي عشان الوقت ابتدى يعد عليه. اخدوني وغموا عينيا وراحوا مركبيني العربيه وفضلوا ماشيين بيا شويه، وبعدها نزلوني ورموني على جنب الطريق. طبعا اول حاجه عملتها هي ان انا رحت على الشقه اللي كان فيها بلاك ليجو، قعدت اخبط كتير لكن ما لقيتش فيها حد، وبعد لما سالت عرفت ان هو سلمها لصاحبها خلاص. واكيد طبعا بيانات البطاقه اللي كانت في العقد كلها مضروبه. حاولت اتصل بيه كتير لكن برضه ما وصلتش لاي حاجه. رحت على البيت وقفلت عليا باب اوضتي وانا بحاول اجمع في افكاري هعمل ايه وهتصرف ازاي في المصيبه اللي انا فيها ديت. ده دلوقتي ما بقاش الخطر عليا لوحدي، ده بقى على اهلي كمان. والمشكله الاكبر بقى هي ان انا مش عارف ايه المنصه اللي رياض التمام قاعد بيتكلم عليها ديت. بقيت هتجنن، انا مش عارف حتى انا بدور على ايه. واول يوم دوت عدى عليا من غير ما اوصل لاي حاجه. تاني يوم قررت ادخل على الدارك ويب وابتديت ادور على غرفه المحادثه الروسيه اللي بلاك ليجو قال لي عليها، كيلنت، يمكن اقدر اوصل لاي حاجه. لكن طبعا موضوع ان انا الاقي الغرفه دوت كان شبه مستحيل. غرفه المحادثه ديت كانت عامله بالظبط زي الاساطير اللي بنسمع عنها، كله بيتكلم عليها لكن مفيش حاجه ملموسه، وما بقاش فاضل لي غير 24 ساعه. ويا اما بقى رياض التمام يمسكني وحياتي تبقى هي الثمن، يا اما اهرب واهلي هم اللي يدفعوا الثمن. اختيار صعب جدا. في الوقت دوت بقى قررت اوقف كل اللي بعمله وافكر باسلوب مختلف، لان عارف كويس ان انا مستحيل اقدر اوصل لبلاك ليجو او تورنيدو خلال 24 ساعه. ده انا حتى مش عارف ايه اللي بيتكلم عليه رياض التمام ولا ايه المنصه اللي بيقول عليها ديت عشان اقدر ادور عليها واجيبهم من خلالها. انا عملت بالمثل اللي قاله هنري كيسنجر: In crisis the most daring course is often safest. يعني غالبا ما يكون المسار الأكثر جرأة هو الأكثر أمانا في الأزمات. فقررت أضرب في رياض التمام وخليه مش لاحق يبص قدامه، هخليه مش عارف يورد من كتر الضرب. بس قبل ما أعمل كده لازم أبعد والدي ووالدتي عن الحرب اللي هتحصل عشان ما يبقوش عايشين في قلق ومن غير ما حد فيهم يحس بأي حاجة. فدخلت على النت وحجزت شاليه لمدة شهر في قرية متطرفة في مدينة دهب. ورحت لوالدي وقلت له بقولك يا بابا، انا في واحد صاحبي شاري تايم شير في فندق كبير في دهب، وبعد لما حجز فيه المصيف بتاعه هيروح عليه. فقال لي يروح ليه عليه يا ابني؟ قلت له والله هو حظه زي الزفت، الشغل اتصل بيه وقال له ان احنا محتاجينك تسافر في الوقت ده. قال لي طب ما يكلمهم في الشغل ويقول لهم ان هو حاجز مصيف ومش هينفع. قلت له هيرفضوه. قال لي طب ما يكلمهم في الفندق ويغير ميعاد المصيف. قلت له ما هحاول يا بابا. قالوا له مش هينفع، مش راضيين يغيروا الميعاد. فاداني المصيف دوت بدل ما يروح عليه. بصراحه يا حاج انا شايف ان الفرصه ديت مش هتتكرر تاني. قال لي هو حاجز قد ايه؟ قلت له ده حاجز شهر. قال لي شهر كامل؟ قلت له ده رزقنا بقى. قال لي هو في حد يا ابني بيحجز مصيف شهر؟ وبعدين هو ايه التايم شير ده اصلا؟ انا مش فاهم حاجه. قعدت اشرح له ايه هو التايم شير وفهمته ان احنا لو ما سافرناش النهارده الحجز هيتلغي وهيروح علينا احنا كمان. هو عامه اتبسط جدا لان هو طالع معاش وقاعد في البيت هو ووالدتي وما بيعملوش اي حاجه. فاتفقنا ان هو هيسافر وان انا هحصله كمان كام يوم لان عندي شويه مشاكل في الشغل. في اليوم دوت بالليل قبل ما يسافروا ويركبوا الباص بدلت الخطوط اللي كانت في موبايلاتهم بخطوط تانية مضروبه. الخطوط المضروبه ديت يعني خطوط البيانات بتاعتها مش سليمه او غالبا بتبقى من غير بيانات اصلا. وطبعا عملت كده عشان محدش يقدر يتتبعهم. وقلت لوالدي ان انا غيرت لهم الخطوط عشان شبكه موبينيل هناك في المكان اللي قاعدين فيه هتبقى ضعيفه وانا عايز كل شويه اكلمهم واطمن عليهم. وفعلا اول لما سافروا نزلت واجرت شقه بعيد عن بيتي وفضلت بقى لرياض التمام. انا مبدئيا كده في الاول كنت قطعت شوط كبير وعرفت معلومات كتير جدا عنه وعن شركته كمان والموظفين اللي شغالين فيها، وعارف كويس ان انا لازم ادور على طريقه عشان ادخل بيها شركه رياض التمام واخترقها تاني، لاني مستحيل هقدر اخترقها من بره. بس المشكله بقى هدخل ازاي؟ الموضوع دلوقتي يبقى صعب جدا وخصوصا بعد ما اتكشفت ووشي ظهر لمعظم موظفين الامن. ده غير ان كاميرات المراقبه مرشقه في كل حته حوالين الشركه، وبمجرد ما ههوب بس ناحيه السور اكيد هتكشف وهيمسكوني. وطبعا بعد اللي حصل المره اللي فاتت هيبقوا واخدين اكيد احتياطاتهم كويس ومركزين قوي. فبقيت قاعد ما بعملش اي حاجه غير ان انا بفكر هعمل ايه عشان اقدر ادخل شركه رياض التمام واعدي من وسط موظفين الامن وكاميرات المراقبه من غير ما اتشاف. يعني الموضوع كده اشبه بمعجزه. فابتديت ارتب افكاري، بس بعد يومين من التفكير العميق والسيرش الكتير اكتشفت الاختراع اللي هيخليني حرفيا عامل زي اللي لابس طاقية الإخفاء. هقدر اعدي من قدام اي كاميرا من غير ما اتشاف وبكل سهوله. الاختراع دوت اسمه بورتابل جامر. الاختراع دوت عباره عن صندوق صغير بحجم الكتاب، خارج منه
10 انتنات او قرايل صغيره كلهم بنفس الشكل ولونهم اسود وتقريبا في حجم القلم الرصاص. الجهاز دوت حرفيا بيشوش على اي نوع من انواع الاشارات، سواء بقى كانت شبكه موبايل 4G او 3G، GPS، ووكي توكي، واي فاي. وهو ده بقى الجزء الاهم بالنسبه لي، الواي فاي، لان معظم كاميرات المراقبه اللي راكبه في شركه رياض التمام وايرلس شغاله بتكنولوجي الواي فاي، يعني بدون اسلاك. فالجهاز دوت هيشوش عليهم كويس قوي، وبمجرد ما هقرب او هعدي من قدام اي كاميرا، الكاميرا ديت هتفصل ومش هترجع تاني غير لما ابعد عنها. وطبعا الموظف اللي قاعد بيتابع الكاميرات هيلاقي الكاميرا فصلت لوحدها، وبعد ثواني هيلاقيها رجعت تاني، فحتى مش هيبلغ عن اللي بيحصل. ولو بالصدفه حتى اي موظف امن كان ماشي قريب مني، كل اجهزه الاتصالات اللي معاها هتفصل، ولا موبايل هيشتغل، ولا ووكي توكي هيشتغل، ولا اي حاجه معاها هتشتغل. فما بقاش فاضل قدامي غير مشكله واحده بس، وهي ان انا اجيب الجهاز ده. اجهزه التشويش ديت عموما ممنوعه وما بتتباعش، فما كانش قدامي اي حل غير ان انا ادور عليها جوه الدارك ويب. في ساعتها فتحت اللابتوب بتاعي ودخلت على الدارك ويب وقلبت الدنيا لحد لما لقيت واحد عرضه للبيع في مصر، ومرضيش ابدا يبيعهولي غير لما احول له الاول الفلوس على الاي والت او المحفظه الالكترونيه بتاعته. مش كده وبس، ده كمان طلب مني ان انا احوله له بعمله الايثيريوم عشان طبعا يبقى صعب ان اي حد يتتبعه. بعد يومين في مندوب جالي من شركه شحن وسلمني كرتونه مقفوله، استلمتها منه. بعد لما مشي فتحتها ولقيت فيها البورتابل جامر. انا ما بقتش مصدق نفسي، فتحته في ساعتها عشان اجربه. كنت عايز اتاكد انه شغال، وكنت عايز اعرف كمان اقصى بعد ممكن يغطيه، والحمد لله لقيته شغال كويس جدا، وبيغطي حوالي 95 متر مكعب، ودي كانت مسافه كبيره جدا وممتازه بالنسبه لي. شحنته كويس، وتاني يوم بالليل اخدت اللابتوب وكل الاسلاك اللي انا ممكن احتاجها والبورتبل جامر وحطيتهم في شنطه الظهر بتاعتي، ورحت على شركه رياض التمام. واول لما قربت بس من الشركه شغلت الجهاز بتاع البورتبل جامر دوت وهو جوه الشنطه، وبقيت ماشي جنب سور الشركه لحد لما وانا ماشي لقيت شجره كبيره جدا، والشجره ديت كانت قريبه قوي من السور. طلعت عليها ونطيت من خلالها من فوق السور، وبقيت جوه الشركه، وابتديت اجري وانا موطي لحد لما وصلت للمبنى الرئيسي. بقيت عمال الف حوالين المبنى دوت وانا قاعد ادور على اي باب او شباك مفتوح او موارب، لكني لقيت كل حاجه مقفله كويس جدا. ما بقيتش عارف اعمل ايه، وانا ببص حواليا كده لقيت على حظي واحد من عمال النظافه خارج من باب الخدمات اللي ورا. فضلت واقف مستنيه لحد لما خرج، وبمجرد ما اداني ظهره طرت على الباب قبل ما يقفل ودخلت منه للشركه. بقيت ماشي جوه ما بين المكاتب في هدوء من غير ما اعمل اي صوت عشان محدش يحس بيا، لحد لما وصلت للسيرفر روم. كلامنا السيرفر روم دوت كان الكترونيك RFID. فكيت الوش بتاعه ورحت موصل الكالون باللابتوب بتاعي من خلال كابل اليو اس بي، وفتحت التيرمينال وابتديت افك الانكريبشن او التشفير بتاعه. وبعد ربع ساعه بالظبط كنت قدرت اخترق الشفره بتاعت اللوك وفتحت الباب. دخلت السيرفر روم، واول حاجه عملتها هي ان انا فتحت السيرفر الرئيسي بتاعهم اللي هو السيرفر الفيرتكس، وضربت الادمن باسورد بفلاشه عليها ويندوز بي اي اللي هي النسخه البري اديشن او اللي بيسموها اللايف. النسخه ديت بقى من مميزاتها ان انت بمجرد ما بتركبها في اليو اس بي بتفتح لك نسخه ويندوز لايف، يعني كانك بالظبط نزلت ويندوز على السيرفر دوت بس من غير ما تنزله، وبتقدر من خلالها بكل سهوله تضرب الادمن باسورد اللي بتبقى موجوده على السيرفر الحقيقي. بعد لما قدرت ادخل على السيرفر رحت اول حاجه عاملها قافل الانتي فيروس، ونزلت بقى التروجن بتاعي اللي انا عامله، واتاكدت انه شغال وشايف النتورك كلها من غير ما يبقى باين. واقوى ميزه في التروجن ده بقى هو انه بيعمل نسخه وهميه من الانتي فيروس الموجود على الجهاز بعد ما يضربها، وده عشان تحسسك ان كل حاجه تمام. ده مش كده وبس، ده كمان بيخلي اداء السيرفر يبقى احسن واسرع، وده لان السيرفر ولا بيبقى عليه اي سكيورتي ولا انتي فيروس، يعني مفيش ولا ريستريكشن ولا اي قيود. السيرفر بيبقى مفتح من كل ناحيه. بعد لما خلصت كده بضرب عيني في اخر راك لقيت موجود فيه باراكودا سيرفر. السيرفر دوت بقى بيبقى من اقوى السيرفرات المخصصه للباك اب، بياخد نسخه احتياطيه من كل البيانات اللي موجوده على كل السيرفرات، وبعد لما ياخد النسخ ديت ويسيفها على الهارد ديسك بتاعته بيرفعها على الكلاود. وبكده البيانات بتبقى موجوده في 3 اماكن، بتبقى موجوده على السيرفرات وعلى السيرفر بتاع الباراكودا وعلى الكلاود بتاع الباراكودا. انا ما فكرتش ساعتها، رحت على السيرفر وفكيت ال8 هاردات اللي كانوا راكبين فيه وحطيتهم في الشنطه اللي كانت معايا، ولسه بلف عشان اخرج من السيرفر روم اتفاجئت بباب السيرفر روم بيتفتح، ولقيت اللي داخل منه هو تورنيدو. انا ساعتها اتصدمت واتسمرت مكاني. قلت له تورنيدو انت جيت هنا ازاي؟ ضحك وقال لي انا كنت متاكد انك هتيجي. قلت له اجي فين؟ قال لي انت مالك مستغرب كده؟ انا شغال هنا. قلت له ايه؟ انت شغال هنا مع رياض التمام؟
انا مش فاهم حاجه. قال لي وايه اللي مش فاهمه في كده؟ قلت له هو انت مع مين بالظبط؟ مع ليجو ولا مع رياض التمام؟ قال لي انا مش مع حد، انا مع مصلحتي. قلت له انت قفلت الثغره اللي فتحناها ليه؟ قال لي عشان خلصت اللي كنت محتاجه منها واستخدمتها خلاص. قلت له استخدمتها في ايه؟ قال لي في ان اجيبك. قلت له بقول لك ايه، ما تلخص كده وتفكك من جو السسبنس دوت وتقول لي انت عايز ايه بالظبط. قال لي ماشي انا هقول لك دلوقتي. عارف يا سليمان، زمان كانت العصابات الكبيره التقيله بتسرق البنوك، وطبعا مش محتاج اقول لك بقى الموضوع دوت كان بيحتاج تجهيزات عامله ازاي. يوه بلاوي ما تعدش، اشخاص مجرمين، سلاح، تدريب، تخطيط، عربيات مسروقه، كميه حاجات فظيعه. ده غير بقى ان نسبه المخاطره والفشل كانت بتبقى عاليه جدا. طب واقول لك بقى على حاجه كمان، حتى لو عمليه السرقه اللي عاملينها ديت نجحت، ساعات كان بيحصل غدر من جوه العصابه نفسها وكانوا بيموتوا بعض. بس تخيل بقى ان المشكله مش في كل اللي حكيته لك دلوقتي ده. قلت له انا مش فاهم انت عايز توصل لايه بالظبط. قال لي المشكله ان الموضوع دوت قدم خلاص، يعني بيبقى عامل بالظبط زي كده لما تكون رايح تسرق شقه وعرضت نفسك لمخاطره كبيره، وكل ده عشان في الاخر تسرق تلفزيون ابيض واسود. لا والكوميدي بقى في الموضوع هو انك سبت كمان الموبايل الغالي اللي كان محطوط جنب التلفزيون، اللي هو ممكن اصلا بثمنه تشتري 10 تلفزيونات. قلت له انت يعني عايز توصل لايه تورنيدو؟ قال لي دلوقتي يا سليمان اقوى عمليات سرقه هي سرقه العملات الرقميه، الخبطه الواحده فيها بمقام 3 بنوك، ومنصه زي منصه ميجا بلاك ديت بقى تعتبر بمقام 5 بنوك، ولو اتلعبت صح محدش هيعرف يجيبك. قلت له انا كده فهمت، هي دي بقى المنصه اللي كان رياض التمام بيتكلم عنها صح؟ قال لي ايوه بالظبط كده. حط نفسك بقى مكاني قدام سيرفر بالشكل ده، ومفروض ان انت المسؤول عنه، وشايف قدام عينك كل يوم ملايين داخله وملايين خارجه، تفتكر كنت هتعمل ايه؟ قلت له انا مش فاهم وانا ايه دخلي في كل اللي انت بتقوله ده. ضحك وقال لي ما انت عارف يا سليمان، السيرفر دوت او اي سيرفر من اللي موجودين حوالينا في السيرفر روم دي كلها مستحيل حد يقدر يخترقه من بره، فاكيد طبعا لو كنت اتغبيت وسرقته كان هيبقى واضح قوي ان انا اللي عملت كده، لان فعلا مفيش حد غيري ممكن يعمل كده. وساعتها بقى رياض التمام ما كانش هيسيبني. وانت ما تعرفش بقى رياض التمام يا سليمان، بس انت عارف كريم اللي كان موجود معاك انت وبلاك ليجو ساعه لما كنتوا بتخترقوا الشركه؟ قلت له هو العيل الرخم دوت. قال لي ايوه هو الرخم دوت، عايش دلوقتي بايد واحده تخيل. قلت له بايد واحده؟ قال لي رياض التمام قطع له ايده. لا والله اعلم بقى كمان ايه اللي هيتفضل فيه، بس عادي ما تشغلش بالك، هو كان عيل رخم اصلا. قلت له هو انت عملت كل دوت وضحيت بيا وببلاك ليجو وبصاحبك اللي كان شغال معاك عشان تسرق السيرفر وتلبس فيه حد مكانك مع رياض التمام؟ قال لي ايوه. قلت له انت مجنون يالا، انت مش متزن، انت اكيد مريض. قال لي كل خطوه يا سليمان كانت محسوبه بالملي. قلت له انت كنت حاسس بايه لما انت عارف ان انا واهلي ممكن كنا نتقتل بسببك، ولا حتى لما شفت كريم صاحبك وهو بيتقطع دراعه؟ قال لي ما عشان تكبر يا سليمان لازم تدوس على حاجات كتير، واللي منها قلبك، مبادئك، فكرك. بص انا عارف ان اللي بقوله لك دوت صعب، بس ده في الاول بس. انا ما حسيتش بنفسي ساعتها غير وانا برمي الشنطه اللي كانت على كتفي على الارض وبجري عليه عشان امسك فيه، بس لقيته في لحظه حط ايده ورا ظهره وطلع من ورا ظهره عصايه سودا شبه عصايه الشرطه، ابتدى يشوح بيها بغباء في كل حته لدرجه ان هو كان هيخبطني بيها في وشي. انا رجعت لورا وانا بقول له طب اهدى بس يا تورنيدو، بص انا مش عايز حاجه منك، سيبني بس اخرج من هنا وكل واحد يروح لحاله. قال لي للاسف ما ينفعش يا سليمان، لان طول ما انت حر طليق كده انا هفضل مشتبه فيه وده هيعرضني للخطر. لكن تخيل كده بقى لما امسكك بنفسي واسلمك بايدي لرياض التمام، يا سلام نجمه ومن اول السطر. قلت له انت فعلا هتسلمني لرياض التمام؟ انت ما كفكش اللي عملته معايا؟ قال لي اهدى بس يا سليمان وكله هيعدي. وراح مطلع موبايله من جيبه وابتدى يحاول يطلب رقم من الموبايل بتاعه، وفي الغالب كان بيطلب موظف من موظفين الامن، لكن اتفاجئ ان موبايله ما فيهوش شبكه، فابتدى يرفع الموبايل لفوق وهو قاعد يحاول يلقط شبكه من اي حته، وفي نفس الوقت ماسك العصايه وموجهها ناحيتي، عمال يقول لي اياك تتحرك من مكانك. انا وقفت ثابت في مكاني وهو كان عمال يبص يمين وشمال ويرفع الموبايل لفوق، كان عايز يلقط شبكه من اي حته. وبمجرد ما شفته ماسك الموبايل وبيلف بس كده وبيديني ظهره، جريت عليه بكل قوتي ورحت خبطه بكتفي، راح مهبوط في الحيطه، اتخبط في دماغه جامد قوي. في ساعتها وقع مغمى عليه في الارض. اخدت الشنطه بتاعتي اللي كان فيها الهاردات واللابتوب وطلعت اجري بكل سرعتي من السيرفر روم لحد لما خرجت من الشركه ووصلت للسور ونطيت من فوقيه، ورحت واخد عربيتي وطاير على الشقه اللي انا مأجرها.
بمجرد ما دخلت من باب الشقة أول حاجة عملتها هي إن أنا فتحت الشنطة اللي كانت معايا وطلعت منها ال8 هاردات اللي كنت أخدتهم من الباراكودا سيرفر. كنت عايز أشوف إيه البيانات اللي موجودة عليها. ركبت أول هارد ووصلته على اللابتوب وابتديت أفتح وأقلب في الفولدرات واتصدمت من اللي شفته جواها. أنا لقيت. طيب لو حابيني أكمل يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات كمل في سلسلة الدارك ويب الجديدة، لأن بصراحة في هجوم قوي جدا عليا ومعظم الناس عايزيني أوقف سلسلة الهاكرز ديت لحد لما أخلص سلسلة الغرفة 908 وانزل كمان سلسلة رعب جديدة زي شمهروش. فعايز أسمع بس رأيكم أكمل ولا إيه؟ يعني أنا نزلت الجزء الثالث دوت بناء برضو على كومنتاتكم، فهستنى الكومنتات لو عايزيني أكمل الجزء الرابع. وأرجوك يا شبح ما تنساش بقى تدوس لايك قبل ما تخرج عشان أنا بجد تعبت قوي في الفيديو ده. لا وهتعب أكتر في اللي جاي، في اللي جاي. فما تستخسروش فيا بقى دوسة زرار عشان ما تأخرش. ومش عايزين ننسى الحلم يا أشباح، مليون شبح جوه الكابوس مكملين ومع بعض ومفيش حاجة هتوقفنا. واشوفكم على خير في الكابوس اللي جاي.